الشهداء قادتنا المعنويين. كانت المرأة في ظل وفكر فلسفة القائد عبد الله أوجلان. القائد عبد الله أوجلان لغاية اليوم 27 سنة هو سجون الاحتلال، وعام 2024 نتيجة نضال المرأة وكفاح المرأة وفعاليات وعملنا وجهودنا من أجل القائد استطعنا نحقق جزء بسيط من خلال أولاد أخوه، أولاد المحاميين شافوا القائد. هالشيء هذا احنا لازم نكون كلياتنا ايد وحده نستمر من اجل القائد. اليوم القائد لما قال ثورة المرأة ما قالها من عبث، لانه بالفعل شاف المرأة قوية. ان لم تتحرر المرأة لم يتحرر المجتمع، وان تحررت المرأة فضلنا وعملنا وجهودنا احنا راح نطالع القائد عبد الله أوجلان قائدين اللي احنا بالفعل كنا مغفشين. ما كان هي حياة فاضلة وملحمية. إنني أدرك حقيقة أن كنا عشنا حقيقة الإنسانية بجميع الأشكال. أرض وجودهن وجوهركن أيتها النساء ذوات القيم الفاضلة. لم أتخلى عن حياة مشتركة معكن قط، فقد أصبحت طريقة الحياة دافع الذي يجعلني أصمد وأستمر. لكن حقيقة كون البداية الأولى مهيبة وحرة تؤكد على أنها ستكون مهيبة مثل باقي البدايات. وربما حدث هذا ولا تزال قضية حرية المرأة تحتفظ بأهميتها. إن العملية الشيوعية الديمقراطية هي الوضع الجديد للتنشئة الاجتماعية للمرأة الرائدة، ولا يمكن الوصول إلى الحقيقة الاجتماعية إلا بهذه الطريقة. اشتراكية الرجل تعتمد على علاقته بالمرأة. إنها قدسية التي خلقت اللغة لتتواصل مع الطفل لأول مرة، وهي بانية الثقافة والمجتمع أيضا. القدسية وهي أيضا حتى الآن موجودة، يعني لازم قرار الرجل هو، المرأة ما لها أي قرار. طبعا المرأة استطاعت رغم كل هالصعوبات هاي قادرة على أن تكون رئاسة مشتركة، تكون موجودة في المؤسسات، موجودة في القوميات. وإحنا كنساء مركز سنواصل مسيرتنا ونضالنا. أكيد هي مرأة واحدة. المرأة والقائد، طبعا بداية القائد أول ما بلش يطرح بصير عنده فكر أو محاور بينه وبين نفسه، طرح أسئلة. الأسئلة وين طرحها؟ طرحها لنفسه. قال راح أطرح أسئلة لنفسي، فإذا قدرت وأجاوب عليهن راح تكون نقدر نبني حركة، نقدر نبني ثورة تخص المرأة، خاصة للمرأة. طبعا القائد كان يسأل أين نحن عن الحركة من الداخل ومن الخارج؟ من هم المستفيدين المشكلة؟ الثورة والزواج، ما هي الحرية وما علاقتها بين الرجل والمرأة؟ متى يجب تجاوز هذه العلاقة ومتى يجب الموجودة ومتى يجب أن تحقق عن المرأة، دور المرأة شلون كانت، وحاليا بالمرحلة الموجودة ايش كنا نستمد نحن طاقتنا الموجودة حاليا من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان. طبعا رفيقات المرأة لها تاريخ عظيم، يعني ما يمكن لا نقدر لا نحن كنساء ولا المجتمع يقدر يتجاوز هذا الشيء. المرأة لها تاريخ عظيم. قبل 11,000 سنة المرأة كانت بمثابة الآلهة. المرأة ما نحكي عنها ما نقدر نحقق أبدا. المرأة سابقا هي اللي كانت الأم اللي تولد وكانت تنجب الأطفال، وكانت دائما تعمل وتشتغل لحتى تغذي هاي الأطفال، فكانت دائما صاحبة فكر وإبداع. باسم النساء في المنطقة الجنوبية مرقدة عريشة شدادي نقول كلمتنا كنساء نطالب بحرية القائد الجسدية. أيها القائد العظيم قائد السلام عبد الله أوجلان، باسم النساء الأحرار بفضل فكرك وفلسفتك عرفت المرأة حريتها وحرية الشعوب. صرنا على خطاك
قضيتنا وجودنا بحريتك الجسدية. كثير من البشائر والتهاليل بالإنجازات رؤيتك بعدما كانت حلم وبدأ يتحقق. ونحن نساء في المنطقة الجنوبية عريشة مرقدة شدادي نوجه رسالتنا لك ولجميع العالم لنكون جواب بحريتك ولن يسود